بالنسبة للشباب القائمين على مبادرة القراءة للجميع، هما قاموا بالشق الأول اللي هو تحفيز الناس على القراءة. الشق اللي غادي نطروه اليوم اللي نتناولوه اليوم هو مهارات القراءة السريعة. لكن هذا المحور ديال مهارات القراءة السريعة لا يمكن أن نتناوله في غياب التكلم أو الكلام عن الأجواء المساعدة على القراءة السريعة، نوع التغذية المساعدة على القراءة السريعة، النفسية المساعدة على القراءة السريعة، كيف نستفيد من طاقة الدماغ لتسريع القراءة وللتركيز أكثر، ما دام أن الدماغ يقوم بمهمتين، أولا المهمة ديال الذاكرة والمهمة ديال التركيز. كيف نجعل من دماغنا يركز معنا أكثر، وكيف نجعله ذاكرة قوية لحفظ المعارف التي نستفيدها من هذه القراءة. بالنسبة للأمور اللي غندربوا عليها اليوم، هي لابد من أنه كاين هناك أمور اللي غادي نشجعوا المستفيدين على أنهم يواظبوا عليها داخل في البيوتات ديالهم، على أساس أن سرعة القراءة ما يمكنش تدربوا فيها اليوم في خلال ساعتين أو 3 ساعات. كاين الأمور اللي غادي ناخذها اليوم، لكن كاين الأمور اللي غادي نبقاو نكرروها من خلال ترويض العين، من خلال التدرب بضابط الإيقاع اللي غادي يبقى مطلوب من الناس اللي تكونوا في اليوم أنه يتكرر يوميا، على أساس أنه بالتكرار نتعود على تطبيق هذه المهارة ونتطبع عليها ونتبرمج عليها. اليوم غادي نعطيو كما قلنا إشارات تطبيقية بسيطة، ولكن المطلوب من المستفيدين هو التكرار والتطبيقات العملية والتكاليف اللي غادي نعطيوها اليوم. وأنا على يقين إن شاء الله أنه إلى مارسوا كما مارس أنا، غادي يكون تغيير كبير في التعامل مع القراءة، وغادي يكون له تأثير كبير على الحياة، خصوصا أن الإنسان إلا قرأ أكثر بتقنيات أكثر وبالتقنيات اللي غادي نوظفوها، حتى داكشي اللي كيقراه كيستافد منه أكثر من خلال مهارة التخزين ومهارة حفظ المعلومة أكثر. تنطلق بنا من جو التحسيس إلى جو التكوين، وتطل علينا اليوم بنشاط متميز وهو مهارة القراءة السريعة، والذي يهدف لتمكين حضراتكم من أخذ مجموعة من المبادئ والتقنيات المتعلقة بهذه المهارة، وذلك على يد المدرب الدولي الأستاذ أحمد الزهر الإدريسي، الذي نشكره من هذا المنبر على تلبيته لدعوتنا وتفاعله الإيجابي مع المبادرة. بعض الأوهام اللي هي شائعة عند الناس حول القراءة، على أساس منها أن القراءة السريعة هو أمر فطري لا يمكن تغييره، ولكن بالممارسة وبالتدريب من خلال عدة دورات أطرناها ومن خلال الدورات اللي تكون فيها، يعني تبين لنا بالملموس بأن المهارة هي شيء ممكن اكتسابه. بزاف ديال الناس اللي كانت القراءة عندهم قراءة بطيئة، ولكن مع الممارسة ومع التمارين ومع التطبيقات اللي مارسناها يعني كان أحدث تغيير كبير في الحياة ديالهم. بالنسبة لي أنا كنت استفد من دورة تكوينية أطرها الخبير الدولي محمد جمال الملا. ومحمد جمال الملا هو أول مؤطر في العالم العربي اللي معتمد في التأطير في القراءة السريعة، وكنا استدعيناه باش جا عندنا هنا للمغرب في إطار واحد الجمعية، واستفدنا منه لمدة 4 أيام في جانب نظري وجانب تطبيقي في القراءة السريعة والقراءة التصويرية.